بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبتدي بصباحنا يوم الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله دكتور أحمد سمير المصري، مع التواضع لمقامكم الكريم. النهاردة إن شاء الله هنعمل متابعة لتحديث السوق المصري، وهنحلل كل الأسهم اللي تم طلبها مننا الفترة اللي فاتت. فمختصرا سريعا بالنسبة للسوق، احنا قلنا اتجاهنا صاعد. كلامنا يعني الحمد لله بفضل الله ما زال كل كلمة بنقولها صادقة بصدق الشرط. لسه احنا في الموجة الصاعدة بتاعتنا، ولسه حاليا في اتجاه الصعود قصير المدى اللي احنا قلنا عليه او متوسط المدى. لسه اتجاهنا صاعد، ولسه الاسهم ان شاء الله في حالة من الصعود. تمام. طبعا الصعود دوت نتمنى من الله ان اخر الشهر السيولة تتظبط عشان ما يحصلش اي تلاعب تاني بالنسبة للتلاعبات الفنية اللي كانت بتحصل في الفترة السابقة. لكن إن شاء الله طبعا يعني مؤشرات البلد كلها بتقول إن احنا في اتجاه صاعد، والتضخم في اتجاه صاعد. لا سيما طبعا اتجاه الشرط الدولار ده، اليو اس دي دولار يا جماعة، يو اس دولار ايجيبشن باوند، ده الفريم ال6 مانثس. طبعا يعني احنا يعني لا نحب ابدا ان احنا يعني نتكلم على يعني احنا يهمنا الشورت، يهمنا التحليل الفني ولا تمام. بالنسبه لاقتصاد البلد او كده احنا بنتكلم على تحليل فني بحت. فعلم الشارت بيقول ان هو اليو اس دي او الدولار طالع، يعني الدولار طالع، اليو اس دي دولار طالع. تمام. ف ف شايفين طبعا الاتجاه الصاعد القوي على 6 مونثس فريم، ولو شفنا ال 3 مونثس فريم برضه هنلاقي الاتجاه صاعد. ال 3 مونثس الشمعة اغلقت، شفنا احنا الاغلاق بتاع الدولار فوق القناة السعرية اللي هي ال3 شهور اللي فاتوا، وده يؤكد ان احنا لسه في اتجاه صاعد. شايفين يعني فتحة الماكت بتقول ان احنا يعني لسه في اتجاه صاعد قوي على ال6 مانثز وعلى ال3 مانثز. فاحنا في ال6 شهور اللي فاتوا دول اللي فاتوا، فال6 شهور اللي جايين ممكن يكون في صعود قوي في الدولار. تمام. طب فاحنا دايما بنتكلم بالعلم، ولا يعني لا نعلم الا ما قد اعطاه الله لنا من العلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. فانتوا شايفين اهوت قدامكم اليونايتد ستيتس دولار او اليو اس دي دولار طالع بقوه الى مناطق ممكن تكون عليا مره اخرى. لا نعلم ما الذي سيحدث، لا نعلم ما الله سبحانه وتعالى مخبي لنا لارتفاع الدولار مره اخرى، ونحن لا نتمنى ان الاقتصاد بتاعنا يكون في حاله من حالات كده او الغلاء القوي على الناس. لكن للاسف العلم، احنا لا نتكلم الا بالعلم ولا نعطي الا العلم، وهذه القناه هي قناه للاسهم وللتحليل الفني، العلم الصادق البحت. فاحنا بنقول ان شاء الله اتجاه الدولار الصاعد القوي ده هياخذ السوق معاه الى اتجاهات عظمى قويه جدا في الفتره القادمه القصيره. احنا بنتكلم من 3 شهور ل6 شهور هيكون ارتفاع في السوق قوي جدا. يلا نتكلم على بالنسبه اخر الاسهم اللي تم طلبها مننا الفتره اللي فاتت. هنتكلم على الاسهم اللي كل الناس طلبتها مننا المره اللي فاتت. تمام. وكل التحليلات الفنيه التي تم ذكرها في يعني الاسهم، كل الناس اللي حبت الاسهم بتاعتها هنتكلم النهارده باستفاضه فنيه كبيره. خلينا نفتح الفيديوهين عشان يبقى ايه قدامنا كل الاسهم اللي موجوده في الناس اللي طلبتها. طبعا تحيه لكل الناس المحترمه الجميله
اللي كتبت لنا تعليقات. طبعا ندخل في المفيد على طول. خلينا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ناخد آخر أسهم. جزاكم الله خيرا. طلعت مصطفى مطلوب، يلا نبتدي. بسم الله. واحد، طلعت مصطفى. طلعت مصطفى متهيألي في العقارات، مؤشر العقارات. طلعت مصطفى أول واحد، طلعت مصطفى. طلعت مصطفى بسم الله. طلعت مصطفى طبعا هو سهم كان فيه صعود قوي الفترة اللي فاتت. طبعا السهم يعني في اتجاه حتى الآن كان اتجاه صاعد، ثم أخذ منحنى كيرف اتجاه هابط. طبعا السهم يعتبر لسه يعني ما قالش كلمته الأخيرة في الهبوط، لكن نخلي بالنا إن في شمعة كبيرة جدا هنا على المستوى الشهري. نزول هذه الشمعة أو كسر الدعم بتاعه اللي هو لا يكسر 39 جنيه 34 قرش، ده أهم دعم لا يكسر. الدعم القصير المدى هو ال 46 جنيه 47 قرش، 46 جنيه 47 قرش أو 46 جنيه أو 47 جنيه، ده مهم جدا لا يكسر. إذا كسر عندك آخر يعني متوسط مهم جدا 39 جنيه، عشان طبعا الدعم ده او الشمعة الانفجارية دي طبعا لم تختبر حتى الآن القاع بتاعها اللي هو عند 39 جنيه. وعندنا يعتبر برضو انفجار لم يأذن له بالاختبار عند ال 27 جنيه ونص. السهم طبعا طالما هو فوق ال 47 جنيه لا خوف عليه تمام. تحت ال 47 احذر، فإنه سينزل إلى 39 ثم يختبر هذه المنطقة، وإذا تطاول الأمر عليه سيختبر هذه المنطقة اللي هي للأسف مستوى متدني جدا، هي 27 جنيه. طبعا الأسهم اللي بيكون فيها عدم اختبار لمستويات كبيرة في أدنى السعر دي أسهم تخوف جدا. ده طبعا مصطفى تم تحليله. جنوب الوادي وتوقعاتك المستقبلية بسقط قطاع الأسمنت. خلينا الأسمنتات في الآخر. برجاء تحليل سليل بنك الصادرات. أنا ما بحللش بنوك، أنا آسف، أنا مش عايز أزعل حد مني، بس أنا ما بحللش بنوك. وإذا حللت البنك ده أمام الله ذنبك على أنا ما بدخلش بنوك ولا بشتغل في البنوك، فأنا آسف جدا، مش عايزك تزعل مني، والله أنت فوق راسي. أنا لو حللك السهم هيكون يعني في رقبتك، أنا يعني ماليش علاقة بالسهم ده سواء كسبت أو خسرت منه. السهم عنده مستهدفات فنية لم يأتي بها اللي هي 15.80. مهم جدا جدا ل 15.80 أن يتم اختبارها حتى يكون السهم فيه يعني ثبات صعودي. طبعا 15.80 مهمة جدا جدا عدم كسرها، وعندك برضو مستوى 16.70. 16.70 مهمة، وال 15.80 مهمة. تحت هذه المنطقة سلبي جدا السهم، فوقيها يعتبر السهم يكاد يقول إلى يعني الثبات. ربنا يبارك في عمرك. تحليل النساجون والمصرية اتصالات، يلا بينا. النساجون والمصرية كده نخش على المصرية الاتصالات. بسم الله. المصرية الاتصالات طبعا سهم من أسهم الحكومة أو سهم حكومي. في طبعا هو سهم يعني للأسف مش للمكسب أو السهم ده للاستثمار. استثمار طويل قوي للأسف. السهم أقل شيء تقعد فيه مثلا يعني عشان تاخد منه ريع. السهم ده ممكن تقعد فيه مثلا 6 شهور سنة مثلا. هو سهم لن يعطيك يعني التدفقات المالية التي تريدها. طبعا السهم عنده مستوى، طبعا طالما اتكلمنا عنده مستوى 18 او 19.70 لم يتم اختباره، ولكن هو طالما فوق مستوى ال 20 جنيه او كام، انا اسف انا مش شايف قوي، ال 29 جنيه، انا اسف 28.90 او 29 جنيه. طبعا طالما هو فوق المستوى ده ان شاء الله باذن الله السهم في ثبات صعودي. اما ادنى هذا المستوى السهم للاسف هيكون في هبوط الى مستويات التي لم يتم اختبارها حتى الان، وهي المستويات المذكوره امامكم 19.70. ولكن ان شاء الله طالما هو فوق 29 جنيه
ان شاء الله نقول السهم كويس. عندنا النساجون اللي بعده، النساجون، احنا كده الخامس سهم تقريبا، عملنا ده واحد وقبليه اتنين، يبقى ده الرابع والخامس. خلينا نتكلم في انه الرابع، ناخد الأقل. النساجون الشرقيون، النساجون الشرقيون طبعا سهم انا كنت في يوم من الايام كنت في داخل هذا السهم، ولكن السهم طبعا هو سهم للاسف يعني يخوف. السهم يعني عنده مستويات متدنيه، عند مستويات ال 13.40 لم يتم اختبارها، تمام. وعندك مستوى ال 13 جنيه، للاسف المستويات دي ما حتى ما لمسهاش عشان نطمئن، لان السهم ده ممكن يكون فيه صعود مره اخرى. السهم طبعا بيرتفع مع ارتفاع السوق الثلاثيني والمؤشر الثلاثيني، وطالما السهم فوق مستويات ال 22 جنيه 70 المستوى يعتبر السهم لا خوف عليه، ولكن كسر مستويات مهمه جدا اللي هي 16 70 او اهم مستوى 19 واهم مستوى الاهم منه 16 80 لا تكسر. اذا تم كسر 22 70 فعندك المستوى اللي بعده اللي هو يكون 18 90 ثم، وطبعا برضو يعتبر السهم لا خوف عليه وان كان النزول قويا، ولكن اهم منطقه 16 70 تأدناها للاسف السهم هيكون في اتجاه يعني هابط الى فترات متباعده يعني، تمام، فترات كبيره يعني، تمام. ده بالنسبه للنساجون الشرقيون. اللي بعده سيتي لاب، ما بيطلعش عندي في من الذين ده البرنامج ده، مش عارف مش حاطه ليه السهم، كأن السهم جديد لسه بقى ما كده. تجميع السوق خلاص، تجميع احنا قلنا حالات تجميع مصاري السيارات حللناها. فوري هيصعد ولا نخرج منه؟ حاضر، يبقى انت متعلق فيه على راسي، حاضر تحت امرك. احنا قلنا اي سهم انت داخله لك علينا ان لا نعامل الا الله. لا تنسى اخوانكم المسلمين واخواننا المسيحيين في اللايك. اللايك ده بسيط قوي، بيخلي اي حد عنده سهم منك او زي غيرك يستفيد بالعلم اللي احنا بنقدمه، او بتحليل السهم اللي هو عايزه. ممكن يكون لك واحد تاني داخل في السهم، فحاجه بسيطه منك بضغطه لن تكلفك شيئا امام الله، وربنا يأجرك عليها بالخير. هتشاركني في هذا العمل بالخير، ان انت تخلي حد تاني يشوف الفيديو ويستفيد بعلم السهم اللي احنا بنقدمه، تمام. لكم يعني الخير من الله وتشاركوني الاجر باذن الله. السهم فوري هو سهم طبعا، السهم طبعا عريق في السوق المصري. السهم يعتبر على التحليل الربعي والتحليل الشهري يعتبر برضو السهم الى يعني كويس، ماشي مع التحليل الثلاثيني، ولكن مهم جدا جدا معرفه ان السهم على المستويات الاسبوعيه والمستويات الشهريه لم يتعدى المستوى ده اللي هو 6 جنيه. استنى لحظه كده، الله اعلى، 96 الاعلى. يعني يعتبر السهم الى حد ما كويس، بس اهم شيء لا يعتبر حتى في شمعه ما عدهاش. نخلي بالنا من مستوى 6 جنيه 70 قرش، لان للاسف ممكن تاخد السهم تنزل تاني، لان دي مستويات للاسف مستويات بيعيه، دي مستويات بيعيه، فنخلي بالنا جدا عشان لا قدر الله ما يكونش في نزول تاني. طب يا دكتور الدعوم ومقاوماته على راسنا من فوق، الدعوم والمقاومات كما سنتكلم الان. عندك اول دعم هو ال 6 جنيه و25 قرش لا تكسر، واهم طبعا منطقه اللي هي طبعا عند 6 جنيه 45 قرش مهمه جدا، وثم ال 6 جنيه 25 قرش زي ما قلنا، ثم ال 6 0 5 هلالات او 0 5 مليم، واهم منطقه في السهم ده 5 ونص. فالمناطق المذكوره دي مهمه جدا عدم كسرها، واهم منطقه هي ال 5 جنيه ونص، دي لا تكسر. لو كسرت السهم هيكون في اتجاه سلبي للاسف لفترات برضو زي ما قلنا متباعده. عندنا اللي بعده فوري، تمام. فاحنا قلنا الارقام بتاعت فوري اللي هي على اساسها كده العبوات ونهر الخير وطلعت عملناه ايبكو، اسهم الدخيل وقف للشراء وجاني الارباح ووقف الخساره. طب انت بتسال يعني على انت كده عايز ايه؟ يعني انت كده عايز ايه؟ معلش عشان ابقى فاهم انا، انت كده عايز ونقطه شراء وجاني الارباح ووقف الخساره؟ انت كده يا باشا عايز توصيه. يا باشا التوصيات او الشغل يا باشا ده بيرسونال، اما احنا هنا بنحلل الناس اللي هي واقفه، تمام. الناس اللي عندها نهر الخير والشرقيه استر كومباني، لا الشرقيه للدخان ده بقى انت كده داخل في الحرام الشرعي، انا اسف. ما يعني ما انا ما يعني حللت البنك الى حد ما وقلت يعني ذنبه عليه.
اما بالنسبه بقى الشرقيه الدخان والكلام دوت، وانت داخل في شركه سجاير يعني ما عندي نقص، هي ناقصه، ده الناس بتشتريها وبتشيل ذنب، هي كمان محللها يا عم. يعني انت فوق راسي والله كشخص، لكن انا اسف بالنسبه للسهم، معلش احترم قراري. انا مش هشرح لك الا الاسهم اللي انت الشرعيه اللي انا قادر احللها يعني. تمام. انا مش عايز اشيل وزر، انا بعمل صدقه جاريه وخير لله، احترامي انتوا فوق راسي والله، بس انا مش ناقصه شيء اوزار يعني. عندك سهم نار الخير. نار الخير طبعا كان في نزول قوي الفتره اللي فاتت، وكان في كميات من الهوامير اللئيمه اللي كانت بتشيل السهم من اسفل. تمام. وطبعا ده السهم ده كان الفوليوم اللي فيه طبعا كان فوليوم ما حدش يفهم اللغه ديت الا يعني الفضل الله اللي ربنا، وهو هذا العلم، وربنا اكرمنا بهذا العلم. وكان في كميات كبيره جدا من السهم ده بتتشال من عند مستويات ال 40 ال 47 قرش، حتى عملوا كسر وهمي عشان ينقل الناس اللي بقوا بان هو هيكسر هذا القاع، وكسر هذا القاع الناس كلها تجري منه 47 قرش، ولكن عمل كسر وهمي ثم صعد صعودا قويا. وده احنا شايفين على الاسبوعي عمل شمعه ارتفاعيه نتيجه لكل الفوليوم اللي تم لمه من كل الناس اللي تم بيعها، الهبله، الناس اللي باعت كل دي كميات. الهامور خد السهم ال 2 جنيه ونزل جامد لل 47، كل الناس هنا الجبانه باعت، وهو بدا يشتري منهم، وبعدين بدا يطلع بالسهم صعودا قويا. فالسهم ده يا دكتور احمد عندك مستهدفات فنيه، قلنا الاسهم طبعا السهم ده يعتبر سهم 70 اي ثينك. عندك مهم جدا المستوى طبعا، هو الصعود القوي دوت هينزل تاني الاسبوع الجاي نزول قوي جدا زي ما طلع، لانه هو مش اهبل عشان ياخد السهم ويطلع كل الناس تشتري معاه. هينزل تاني لمرحله ال 55 او ال 53 قرش، واهم منطقه لا تكسر مره اخرى ال 48 قرش. طالما هو فوق ال 55 قرش وال 48 قرش السهم ان شاء الله خير. تحت هذه المنطقه للاسف عندك اخر دعم 44 قرش، ونخلي بالنا لان الناكد والتريكس سلبي، فده لئيم، ده ممكن هامور لئيم يفضل يقعد تحت فتره لا باس بها يعني، لغايه اما الناس تتخنق من السهم ده وتنساه، وبعد كده يمشي في اتجاه عرض كبير وبعدين يطلع بالسهم. فخلي بالنا لان برضو سلبيه، حتى وان كان في فوليوم، فالفوليوم ده لا يرتبط بمشكلته. الميزه بتاعت الفوليوم ان ما يقدرش هامور يهرب منه، ما يقدرش هامور يهرب منه. كميات الفوليوم دي ما فيش حد يقدر يهرب من الفوليوم مهما كان. يعني هتروح فين يا فوليوم من على قفا اي هامور؟ هتروح فين يا شمس من على قفا الفلك؟ هتروح فين يا فوليوم؟ هتروح فين من على قفا اي هامور بيلم في اي سهم مهما كانت ملياراته؟ العلم بيركب المال بفضل الله. فعشان كده هو مش يلعب في اي حاجه الا الفوليوم. ولكن فوليوم عيبه الوحيد ان هو ملوش يعني نوت ريليتد وذ تايم. يعني اللي بيكسب من الفوليوم راجل يكون عالم، راجل عارف هو بيشتغل ازاي وبيكسب ازاي، راجل فاهم فوليوم، فاهم يعني ايه ما بيخسرش بفضل الله. اللي الناس ليه؟ لان الهوامير دول بيلعبوا برضو على عامل الوقت. هو لما نزل كل الناس دي من مثلا من 2000 وكام، من شهر كام، من شهر 2 2024 لشهر كام، لشهر 6 2024، 4 شهور. هل هو فرق معاه وقت؟ هو مش فارق معاه وقت. هو راجل بياخد المليارات والمليونات بتاعت الناس كلها الهبله الغلابه اللي بتبيع. تمام. هو مش فارق معاه وقت. فدي الهوامير، ده شغل الهوامير. عشان كده لما بندي العلم الكبير دوت، احنا بندي علم الهوامير اللي هم بيكسبوا مليارات وملايين. فعشان كده مهم جدا ان انت تمشي معاهم بسياستهم وعلمهم، تمشي معاهم، ما تبقاش اهبل وعبيط واي حاجه مفيش الكلام ده. تبقى ذكي جدا وقوي جدا في علمك ومحترف وعندك صبر قوي وتعلم ان مثلا لو انا شاري مثلا السهم ده ونزل على جنيه مثلا وجنيه 17، انا اعلم كويس قوي انه هيرجع تاني، وفوليوم بيقول هيرجع تاني، خلاص ما هتخسر وتعمل خساره. وبعدين استحاله انك تدخل السهم ده، لو انت خسرته هتدخله تاني، استحاله. اعرف ان اي سهم انت بتخسره او بتخسر فيه انت عمرك ما تدخل فيه، عمرك. هتلاقي لان عبال ما تستنى السهم ده نسبته كل ده هتكون خدت لك شهرين او شهرين ونص او 3 شهور. استحاله فلوسك وانت خسران منها تقعد لها 3 شهور وانت بره تستنى نفس السهم على الشراء. مفيش الكلام المتخلف ده غير انه ممكن ياخد اكتر من 3 شهور في النزول عبال ما يطلع، وممكن ياخد له شهرين 3 كمان. فيعني الكلام واحد. فالذكي هو اللي يستثمر فلوسه مظبوط في الصح، عشان دايما فلوسك تبقى في الزياده ما تخسرش. المهم يعني، فاهم شيء نقط السهم ديت اللي هي 53 قرش، كسر عدم كسر ال 48 قرش، واهم منطقه اللي هو طبعا مجمع عندها ال 44 قرش 8
دي مهمه جدا. طالما فوق المناطق ديت السهم يعتبر لسه ايجابي حتى ولو ان كان مشي في اتجاه عرضي لفتره. اللي بعد كده، معلش انا بشرح بضمير فانا اسف، انا كام كده 20 تمام. يلا ماكرو ايه اخوخه اي كي كي اتش او دي ترجمه العربيه. طيب خلينا اللي بعده ارابي انفستمنت. طيب يا جماعه اللي بيكتب لي يكتب لي اسهم بالعربي. طيب العربيه الاصول. طيب اسكندريه الحاويات. طيب يلا. طبعا هياخد اكتر من فيديو معلش، هتطول شويه لكن استحملوا عشان اخواتكم. الشركه العربيه لاداره تطوير الاصول، مش هي ديت اكاديميه. طيب السهم ده طبعا سهم يعتبر على الشهري الماكب بتاعه سلبي، على الاسبوعي اللي برضه لسه فيه مخلص، على الربعي يعني الى حد ما. السهم طبعا هو عند مناطق 70 قرش. مهم جدا السهم ده لا يكسر طالما هو فوق مستويات ال 60 قرش. السهم يعتبر ايجابي، يعني طالما هو فوق المستويات دي ايجابي. تحت منطقه 60 قرش سلبي. فانا غنيك بقى عن كل المناطق اللي فوق دي، انا بديك المنطقه المهمه جدا اللي هي ال 60 قرش لا تكسر لاسفل. لو كسرت لاسفل خلاص السهم يكون سلبي جدا. لكن طالما السهم هو يعتبر السهم سلبي يعني ما زال، بس انا بتكلم على السلبيه المطلقه، السلبيه المؤكده. طالما فوق ال 60 قرش تمام ان شاء الله السهم فوق، طالما تحت 60 قرش للاسف السهم ده هينزل. طيب إليكو ده اللي احنا كنا مدينه. طيب موبكو وكيما حاضر. وموبكو وكيما كان في وعدنا كان عايز ايه؟ انت كنت عايز ايه؟ في حد هنا كان عايز حاجة فوق. هنا ارابيا انفستمنت حاضر. ارابيا انفستمنت. ارابيا انفستمنت فين؟ ارابيا انفستمنت ارابيا انفستمنت. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. فين ارابيا انفستمنت؟ يا جماعة طيب احنا كده خدنا وقت كبير، خلينا ناخد إليكو عبال ما يطلع البي ارابيا انفستمنت ده الباشا. تمام. طبعا إليكو كان اخر سهم احنا اديناه ليكو ومن فترة، ولكن السوق طبعا عشان نزل فخلاص خلي ارابيا انفستمنت في وقت تاني معلش. طبعا السهم إليكو دوت احنا قلنا السهم ان شاء الله هيطلع على المستويات دي، ولكن طبعا مع اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، مع نزول السوق السهم خد كيرف اللي هو مستوى التجميع تاني، لكن السهم زي ما احنا قلنا نفس المستويات المذكوره، اللي عايز يصبر هيصبر فيه. تمام. كسر 18 81 قرش او 81 قرش مهم جدا، لكن ان شاء الله لن يكسرها. تمام. احنا مدين السهم وعارفين السهم ايه. عندك دعوم عند 94 قرش، بس مهم جدا عدم كسر 81، والسهم ان شاء الله الى المستويات الصاعده المذكوره قبل كده. تمام. معلش بقى لغايه اما يظهر لي ارابيا انفستمنت هحلله لك حاضر. تمام. كيما في ناس طالبه كيما والاسكندريه لتداول الحاويات. هنطلع تاني فوق. كيما طبعا سهم يعتبر حتى الآن طالما هو فوق ال6 جنيه و30 قرش السهم لا خوف عليه، والسهم إن شاء الله يكون فوق المناطق دي إيجابية قوية، لكن أهم شيء 6.38 لا يكسرها. كسر 6.38 نزول لأسفل هيكون سلبي جدا للسهم، لكن إن شاء الله طالما فوق 6.38 السهم إن شاء الله ذو قوة واستقرار صعودي. اللي بعده الاسكندريه الحاويات. طبعا الاسكندريه الحاويات من الاسهم القويه اللي موجوده في السوق جدا. سهم برضو زي النساجون وعلى شاكله هذه الاسهم الثقيله. طبعا الاسكندريه الحاويات تمام هو سهم يعتبر من الاسهم الكويسه. طبعا السهم
واخد كيرف في الصعود، تمام. عندك اهداف للسهم مثلا 50 90، تمام. واهم شيء اهداف السهم دي المحافظه وعدم كسر كام؟ ال 41 40. 41 40 كسرها سلبي، لكن مهم جدا التماثل امامها، واهم منطقه لا تكسر مره اخرى اللي هي 32 جنيه 80 قرش، تمام. في عندك مستويات ال 40 70 مستويات مهمه لعدم الكسر، وعدم كسر برضه 32 50. فوق هذه المناطق السهم يعتبر ايجابي. اهم شيء عدم كسر هذه المناطق، الاستمرار الايجابيه والاستقرار الايجابيه في الصعود. ارابيا انفستمنت هو جالك هو يا عم لوحده، سبحان الله، ما ندورش عليه هو يجيك، اللي ندور عليه ما يجيش. طبعا ارابيا انفستمنت سهم يعتبر فيه للاسف لعب كبير جدا من الهوامير او الهامور. السهم عمال كل ما يطلع يبيع، فمهم جدا محافظه على مناطق ال 40 قرش اللي ممكن ينزل لها في اي لحظه بغباء وقوه يلامسها، لان المنطقه ديت لم تلمس حتى الان، وممكن يعمل نفس الشخلله القويه ديت على المستوى الربعي، يعني 3 شهور، شخلها 3 شهور عشان يخلي كل الناس اللي موجوده في السهم ده تطلع قبل ما يفكر يصعد بالسهم الى ارقام بعيده. فال 40 قرش مهم جدا عدم كسرها للمستويات المذكوره. طبعا إيه لكم حللناه كل شيء. الله يحفظكم، جزاكم الله كل خير. موبكو، طيب موبكو من الاسهم برضو الثقيله اللي موجوده في السوق المصري. طبعا موضوع الغاز ده مؤثر، او انقطاع الكهرباء ده مؤثر على حاجات كتيره جدا هتؤدي الى التضخم القوي في السوق المصري، يعني تمام. فيعني برضو ده من احد الاسباب لصعود السوق. السهم طبعا موبكو هو من الاسهم القويه جدا اللي موجوده في السوق المصري. برضو عدم كسر ال 38 جنيه مهم جدا. السهم دوت مهم جدا عدم كسر 38 جنيه. فوق ال 38 جنيه السهم يعتبر محافظ على ايجابيته، تحتيها السهم للاسف هيكون يعتبر سلبي. فمهم جدا جدا ال 38 جنيه المحافظه عليها. وطبعا في منطقه يعتبر برضو ال 32 جنيه منطقه مهمه برضو لم يتم اختبارها حتى الان، ودي منطقه برضو للاسف ممكن لو حب يتراخم ينزل لها. لكن خلينا نتكلم في الايجابيه المطلقه اللي هي فوق ال 37 80 او 38 جنيه، دونها للاسف سهم سلبي، تحتها السهم ايجابي. وزي ما انا حاطط المستوى برضو ل 31 70 ممكن لو حب ينزله في اي وقت ممكن ينزل له. فوق المناطق المذكوره ايجابي، تحتها السهم هيبقى سلبي. واهم شيء منطقه 32 جنيه. مصر صناعه الكيماويات، طيب حاضر. مصر صناعة الكيماويات من الأسهم برضو القوية اللي موجودة، التلاتيني اللي موجودة في السوق المصري. مصر صناعة الكيماويات طبعا السوق التلاتيني لما بيبقى فيه قوة في العطاء أو قوة في الصعود بياخد الأسهم كلها وبتدي عطاء. طبعا السهم مهم جدا 43 جنيه و12 قرش، وعندك مستوى ال 41 جنيه ونص مهم جدا على يكسر. واهم مستوى طبعا اللي هو مستوى التجميع ال 35 جنيه لا تكسر لاسفل، او ال 34 سنة او ال 35 جنيه ككوركشن ويف او كوركشن فاليو، يعني رقم صحيح 35 جنيه لا تكسر. واهم شيء 41 ونص دي يعتبر منطقه دعم، وتحتيها منطقه ال 35 جنيه لا تكسر لكي السهم يحافظ على ايجابيته المطلقه. تحت ال 35 جنيه السهم يكون سلبي. طيب جنوب الوادي الاسمنت، طيب هو ده اللي يعتبر الاسمنتات اللي فاضله. الاسمنتات عندك الاسمنتات متهيألي تحت جنوب الوادي للاسمنت، تمام. جنوب الوادي الاسمنت طبعا هو السهم فيه لعب كبير قوي قوي. السهم قدامه فتره كبيره عبال ما يفكر يطلع. سهم تجميعي ممكن ياخد لك، يعني انت بتتكلم في سنه تقريبا، سنه عبال ما السهم ده يخلص الكيرفنج بتاعه. خلي بالك السهم ده رخم، ممكن يترخم معاك جدا. المستوى الشهري بتاعه الى حد ما كويس، لكن المستوى الربع بيتكلم في ان السهم ده لسه لم ينتهي من عمليه التجميع بتاعته، تمام. يعني انت ممكن تدخل سهم، بس يعني اخرك مثلا في السهم مثلا 9 شهور 6 شهور يبدا العطاء بتاع السهم يطلع تاني. لكن اكتر من كده بصراحه انت يعني بتستهلك نفسك زمنا كبير قوي قوي قوي. فعامة إيجابية السهم طالما هو السهم فوق مستويات، طالما السهم فوق المستويات اللي هي
الجنيه ونص السهم يعتبر ايجابي، واهم منطقه عدم كسرها جدا لتاكيد عمليه السلبيه جنيه 39 قرش او جنيه و40 قرش، تحتها السهم يكون سلبي، فوقيها السهم ما زال محافظ على ايجابيته. ده بالنسبه لجنوب الوادي الاسمنت. الناس اللي تانية القبضه الكويتيه بالجنيه. طيب القبضه الكويتيه بالجنيه طبعا السهم برضو من الاسهم يعتبر القويه برضو ماليا في السوق، وسهم يعتبر كويس، مش سهم وحش، بس اهم شيء ان احنا نجيبه عشان ما يقرفناش في عشان ده. تمام. القبضه الكويتيه للجنيه فين يا ابني؟ فين انتوا ليه يا ابني بتزهقوني يا ابني في حياتي يا ابني؟ القبضه المصريه الكويتيه ده ايه؟ ده الدولار. لا ده هو ده. طبعا القبضه الكويتيه هينزل 25 جنيه 30 قرش، مهم جدا، او 25 ونص، دي اهم منطقه للحفاظ عليها عشان السهم يفضل على ايجابيته. مهم جدا عدم كسرها لاسفل طبعا، واهم منطقه اللي هي 22 جنيه و30 قرش. السهم للاسف في اتجاه هابط، ممكن ياخد له 3 شهور دول كمان عبال ما يفكر ينهي الايه السلبيه بتاعته. احنا كده دخلنا كام في ال 31 دقيقه، ماشي كويس. قبضة كويتية خلاص، ربنا يوفقكم كلكم يا رب وجزاكم الله على كل خير. الكابلات حاضر، أودن الاستثمار. طيب ناخد الكابلات، يا رب لا بسرعة. الكابلات الحمد لله. الكابلات المصرية طبعا هو السهم يعتبر كان في الفترة اللي فاتت صعود. تمام. مهم جدا ان السهم ده لا يكسر منطقة ال 2 جنيه 48 قرش. طبعا واهم منطقة هي الجنيه 56 قرش، دي كسرها سلبي جدا للسهم. خلي بالنا عدم كسر ال 2 جنيه ونص، طالما فوق ال 2 جنيه ونص السهم محافظ على ايجابيته. تحت ال 2 جنيه ونص هيكون عندنا اللي هو الجنيه ونص للاسف او جنيه 56، دي اهم منطقه للحفاظ على ايجابيه السهم. تمام. فانا عارف ان من 2 جنيه ونص لجنيه ونص فرق جنيه كبير جدا بالنسبه لسهم الصغير زي ده، لكن هو ده السهم. فمهم جدا للمحافظه على الايجابيه ل 2 جنيه 56 قرش. تمام. عشان استكمال ايجابيه تحتها السهم هيكون سلبي، واهم شيء منطقه الجنيه 60 قرش بالنسبه للسهم ده للمحافظه على الايجابيه. تمام. السهم اللي بعد كده انت كنت عايز ايه؟ اودن. حاضر. اودن الاستثمار، نهر الخير حللناه. اودن في الاسهم، انا مفكر دي اودن هنا متهيالي. اودن اهيت. اودن الاستثمارات الماليه، طبعا هو السهم للاسف سلبي. السهم سلبي على المستويات الرباعيه، مش حلو. مهم جدا عدم كسر على المستويات الرباعيه. المستوى الجنيه ونص المحافظه على الايجابيه. اهم شيء عدم كسر الجنيه ونص المحافظه على الايجابيه المطلقه. كسر الجنيه 47 قرش سلبي جدا للسهم. اللي بعده جولدن كوست. طيب جولدن كوست سياحه. طيب اي سهم فيه اي لا قدر الله عدم احليه شرعيه، يعني الاسهم المشبوهه انا بحللها وذنبها على صاحبها، لكن اللي هي اسهم الشرعيه اللي غير شرعيه مؤكده لا انا مش هحللها للاسف يعني. طيب اللي بعده جولدن كوست. فكل سهم ذنبك على صاحبك، انا ماليش لا مكسب ولا خساره. تمام. جولدن كوست طبعا السهم يعتبر برضو في اتجاه هابط على المستويات الربعي. تمام. اتجاه هابط ده من كام؟ من 2020 يعني السهم ده 2020. فالسهم في اتجاه هابط صعودي تصحيحي، السهم في اتجاه صعودي تصحيحي، ونؤكد مهم جدا عدم كسر المستويات ديت اللي هي 47 قرش، المحافظه على ايجابيه السهم. تحت المستويات دي السهم يكون سلبي جدا، اهم شيء لا يكسر 47 قرش. اللي بعده سيدي كرير. حاضر. سيدي كرير من الاسهم القويه في السوق المصري. سيدي كرير اهيت سيدي كرير. طب اربط لي دي بقى كده عشان انا زهقت كل شويه انزل واطلع. خلاص يا عم انا موافق. تمام. سيدي كرير من الاسهم زي ما احنا قلنا القويه. طبعا في تقاطع للماكد على الشهري، يعني ده بيتراخم، مع انه كده ممكن يتراخم كمان شهر ولا شهرين ولا حاجه. السهم اهم شيء المحافظه على 24.80. طبعا الاسهم دي متاثره تاثرا كبير بالغاز، حتى سيدي كرير انا سمعت ان هو قفل بعض مصانعه عشان ما فيش قطاع الكهرباء ده وما فيش الغاز. فالغاز مأثر جامد يا جماعه جدا على الشركات اللي هي البتروكيميكال. فاهم شيء عدم كسر 23 جنيه و7 23 جنيه، اهم شيء عدم كسرها للسلبيه. طالما فوق 23 ان شاء الله السهم محافظ على ايجابيته.
تمام. المصريين الاستثمار والقناة التوكيلات الملاحية. طيب المصريين الاستثمار، المصريين الاستثمار ده في القطاع العقاري اهوت. طبعا المصريين الاستثمار هو سهم بيتم تجميعه بطريقة يعني قوية جدا جدا جدا. شايفين الشخللة القوية اللي حصلت في السهم دوت عند مناطق تعتبر تحت الصفر. شايفين اللعب الناس اللي بتحب الوسخة، اللي بتحب تخلي الناس سامي قد يكون باسف. طبعا ده اللي بيدخل في الأسهم ديت مع احترامي الكامل، يعني انا اسف مش عايز اقول كلمه غبي، بس يعني راجل ما عندوش نظره مبعديه لفلوسه. طبعا السهم سلبي جدا. اهم شيء عدم كسر 17 قرش. كسر 17 قرش عندك مستوى تاني اللي هو ال 14 قرش، بعد كده السهم يكون سلبي. عمل الادنى صفر. ده مجنون ده ولا اهبل ولا ايه يعني؟ هو السهم عشان ب 14 قرش تنزل للصفر؟ طبعا يعني هو السهم طبعا للاسف في فوليوم وفي لعب، بس ماليا مش قد كده. مش اللي هو انا غلط ان انت تلعب بفلوسك في حته زي دي. القناه التوكيلات الملاحيه، القناه للتوكيلات الملاحيه متهيألي هيبقى تحت اهوت. السهم ده تمام. السهم ده طبعا هو السهم لغايه دلوقتي يعتبر في اتجاه عرضي. تمام، يعتبر السهم في اتجاه عرضي، بس مهم جدا عدم كسر مناطق الايه اللي هي تعتبر ماسكه حزام السهم الامان من 14 جنيه 14.20. مهم جدا عدم كسر 14.20، وده منطقه فاصله ما بين السهم بالايجابيه والسلبيه. 14.20 فوقيها ايجابي، تحتيها للاسف سلبي السهم. تمام. ماشي رابيا، خلاص انا عملته لك. حبايبي جزاكم الله خيرا. كابو وإيديتا. طيب نهر الخير حللناه. أرب ديري، ماشي نجيب أرب ديري طبعا من الأسهم قطاع الأغذية. أرب ديري احنا كنا مدينه السهم ده زمان قوي، أيام ما كنا قلنا تتبيلة وخلص تتبيلة ونزل وتمام. السهم طبعا طالما فوق جنيه و60 قرش السهم يعتبر إيجابي، تحت فوق الجنيه و60 قرش إيجابي، تحتيها سلبي جدا للسهم. فالمهم المحافظة على الجنيه و60 قرش لكي يكون إيجابي. كابو طبعا السهم من القطاع المنسوجات. السهم يعتبر في لعب برضو. السهم ده برضو في لعب. تمام. مهم جدا المحافظه على الجنيه 98 قرش لكي يكون، او 92 قرش عشان السهم يكون ايجابي. فوقيها السهم ايجابي، تحتيها السهم سلبي جدا. مهم جدا نخلي بالنا من السهم ده. ايديتا دي تحت متهيالي، اي ثينك تحت. ايديتا فين ايديتا؟ طيب عشان الوقت كده خدنا كام؟ 37 دقيقة. طيب نكمل. خلاص انزل. المناجم والمحاجر. عطاقة، هرمز، إلكو حللناه. مناجم والعطاقة وهرمز. طيب المناجم والمحاجر. المناجم والمحاجر طبعا السهم يعتبر برضو في لعب جامد. وخلي بالكم السهم ده يعتبر فيه تصريف قوي جدا، في تصريف يعني الصعود بتاعه تصريفي. فأهم شيء منطقة 2 جنيه و40 قرش لا يتم كسرها لأسفل وتمام. تحتها السهم سلبي، والسلبية المطلقة بكسر جنيه 74 قرش. فمهم جدا المحافظة على ال 2 جنيه و40 قرش، 2 جنيه 47 قرش لكي يتم إيجابية هذا السهم. ولكن الصعود بتاعه صعود تصريفي على الربعي، صعود تصريفي. عندك منطقة مهمة جدا جدا لم يلمسها السهم وممكن ينزل لها في أي وقت، اللي هي 2 جنيه و15 قرش أو جنيه و74 قرش. مهم جدا المنطقة دول، أو ال 2 جنيه، الجنيه 98 قرش الى الجنيه 77 قرش الى ال 2 جنيه و40 قرش. المناطق دي مهمه جدا جدا عدم الالتزام بها. 2 جنيه و40 قرش عايز تكمل عندك جنيه 77 قرش، دي للاسف كسرها السهم هيكون سلبي جدا. تمام. هرمز تمام. سوري، هرمز فين؟ هرمز طيب في ناس طالبه ايه الاسهم تانية. طيب معلش هرمز مش طالعه. طاقه. طيب طاقه السهم ده فوق عطاقه.
طاقة يعتبر برضو سهم فيه لعب جامد جامد برضو. السهم ده برضو مهم جدا عدم كسر ال 2 جنيه و60 قرش للمحافظة على الإيجابية. تحت 2 جنيه و60 قرش سهم سلبي جدا للسهم. مهم جدا عدم المحافظة على 2 جنيه و60 قرش للمحافظة على هذا السهم لغاية ما نلاقي هرمز. حاضر هشوفها لك زي ما طلعت تحت. لا، اسهم الهدايا بقى، يعني احنا خلاص الناس اللي عايزه تشتغل معانا احنا ان شاء الله بفضل الله بنعرف نكسب الناس كويس قوي. الناس اللي عايزك تشتغل على راسنا من فوق. اما موضوع الهدايا ده كان بيزعل ناس كتير، وانا مش بحب ازعل حد شغال معايا مني. اسماعيليه للتطوير، طيب ماكرو، القلعه الالومنيوم العربيه، ماكرو، طيب القلعه، نحل القلعه. ماشي حاضر. القلعه القلعة طبعا سهم فيه لعب جامد قوي 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 من الراجل بتاعه. هامور بتاعه لئيم ابن لئيمة، بياخد الناس من عند فوق من 3 جنيه و70 قرش وينزلهم ضربة واحدة إلى الجنيه و70 قرش. لئيم، يعني إنسان خبيث قوي عشان تعرفوا خبث الناس اللئيمة. ورغم ذلك السهم سلبي ما إيجابي. طالما هو فوق الجنيه 72 قرش السهم إيجابي، تحت الجنيه و70 قرش السهم هيكون سلبي. لكن هو استحالة يكسر الجنيه و70 قرش، وإن كسرها هينزل المستوى اللي هي جنيه ونص. وبرده السهم تحت فوق جنيه ونص ايجابي برده. يعني اهم منطقه في السهم ده الجنيه ونص. طالما فوق جنيه ونص السهم ايجابي واستحاله يكسر جنيه. انا عارف لئيم، فده سهم من الاسهم اللئيمه جدا. فمهم جدا المحافظه على جنيه ونص لكي يتم السهم يحافظ على ايجابيته. ادناها السهم هيكون سلبي. الالومنيوم حاضر. مصر الالومنيوم، مصر الالومنيوم طبعا. مصر الالومنيوم يعتبر برضو سهم سوري. مصر الالومنيوم سهم يعتبر برضو من الاسهم اللي هي يعتبر قويه في السوق. طبعا السهم يعني مهم جدا عدم كسر على المستويات الاسبوعيه ال 79 جنيه. مستوى مهم جدا جدا عدم كسره، واللي هي المستوى ال 72 جنيه بس. طالما هو فوق ال 79 جنيه او 80 جنيه السهم ان شاء الله يكون ايجابي. لكن تحت 80 جنيه السهم للاسف ممكن يبقى سلبي. تمام. اللي بعده حاضر. اسهم القبضه حللناها، حللتها لك دلوقتي اهوت. اسكندريه حاويات خلاص تحلله. ثمار ايه؟ ثمار ده اصلا سهم في السوق السعودي زباله. كفر الزيات واسماعيليه للتطوير وعطاقه وسيدي كرير وابولاند. ايه ده محفظه؟ طب ما تجيب يعني مش دي المحفظه كلها صاحبي. حلل لك كفر الزيات ونحلل لك اسماعيليه للتطوير دي ما دام في ناس سالوا عليها. كفر الزيات للمبيدات. كفر الزيات احنا يعتبر حللنا السوق كله تقريبا. كفر الزيات احنا في دقيقه كام بس؟ معلش بقى سامحوني. تمام. كفر الزيات السهم ده طالما هو فوق مستويات ال 5 جنيه و50 قرش او 40 قرش السهم حافظ على ايجابيته. تحت ال 45 و40 قرش السهم سلبي. فمهم جدا المحافظه على 5 جنيه و40 قرش كي يكون السهم ايجابي. اللي بعده اسماعيليه التطوير. دي اكيد هنا الاسماعيليه للتطوير. هنا اي ثينك هنا الاسماعيليه للتطوير الجديده للتطوير. الاسماعيليه طبعا هو سهم انا مش عارف انتوا ليه يعني في اسهم حلوه هنا في السوق في الاسكان. ليه ما بخش؟ ليه الاسهم المنيله ب 60 نيله دي؟ مش عارف والله. عامه السهم شايفين الفتحه بق يعني طبعا مهم جدا عدم كسر من الاخر ال 12 جنيه ونص اللي عشان السهم ده ما يكونش ايجابي. كسر 12 جنيه ونص هيكون سلبي جدا للسهم. مهم جدا المحافظه على هذا المستوى كي يكون السهم في اتجاه ايجابي. سودك تمام. تحليل اسبوع ما خلاص يا حبيبي، ما انا حللناه يا بابا حللناه. سيتي لاب قلنا ما بيطلعش عندي نجيب سودك. انا شايل النصر اعمال مدنيه وايه سيدي كرير حللناه. تمام. واخر سهم اللي هو سودك شركه يعني يعتبر مش وحشه في السوق. شركه يعتبر قويه، وكان فيها ضربه قويه الفترات السابقه. تمام. كانت قويه جدا يعني سودك. حق الله ضربت من 20 تقريبا للستينات او السبعينات. فين سودك اهي؟ تمام. راحت حتى فاكر انا كان هي هنا كان التجميع بتاعها هنا.
وانا كنت حاطط السهم ده من الاسهم اللي انا كنت مفضلها في الدخول، وكان فيها يعني قوة في العطاء. تمام. كان بس انا للاسف ما لحقتش السهم ده وما لحقتش الطلعة الجميلة بتاعته دي. كان الفوليوم بتاعه بيؤكد ان في صعود قوي، لكن للاسف كنت دايما اراقبه لغايه ما طلع من بالي المراقبه خالص ولقيته انفجر. يعني ارزاق. عامه السهم ده مهم جدا جدا جدا، عدم كسر 39 جنيه. تمام. عشان كده الصبر في الاسهم دي مهم جدا. يعني لو واحد قاعد مثلا في السهم ده مثلا خده مثلا من عند ال 20 هنا، مثلا شوف كام شهر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سنة. 1 2 3 4 5 6 سنة ونص يا مؤمنين. سنة ونص شموع. سنة ونص ايه، لا معلش سوري، ده اسبوع. يعطى كام شهر هنا؟ انا اسف، نعدها بالشهورين: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني سنة. يعني المفروض اللي يدخلوا من هنا. شوف معطيك كام شمعة يعني ثبات. يعني اي حد، يعني المفروض يعني اي حد داخل في السهم ده وقعد سنة هيمل. ما خدش حاجة، ما بياخدش حاجة تقريبا 19 او 18 جنيه، ما بياخدش حاجة. ما بياخدش حاجة خالص. وبعدين جه في شهر واحد اداله كل حاجة، من 21 جنيه ل 65 جنيه، اداله كل حاجه. فالاسهم عايزه صبر. احنا نفقه لغه الفوليوم جيدا، واللي بيشتغل معانا بفضل الله ما بيشوفش غير مكسب، وانا بفضل الله ربنا العالم. لكن الناس اللي فعلا بتفهم يعني ايه فلوس ويعني ايه صبر ويعني ايه مكسب. اما الناس بقى اللي هي متعطشه على طول وعلى طول وبتاع، انا ما عنديش. انا مش ببيع سمك في ميه، انا راجل صادق وراجل علمي بفضل الله ما فيش زيه. لكن اهم شيء ان اللي يجي عايز يشتغل ويشوف الخير معاه يكون عنده صبر. مش بقول لك هتصبر لي يعني سنتين ثلاثه، لا، يعني اقل شيء يعني لو السوق في ارخم رخاماته لن تزيد عن الخير بتاعي لن يزيد عن مثلا من 6 شهور ل 9 شهور، لن يزيد عن كده ولا يعني. لكن ممكن يقل عن كده، والخير ممكن يبقى في اسبوع او اتنين لو حد جديد مثلا جاي معايا وربنا رزق ودخلنا في اسبوع هوب طق طق السهم طلع. خلاص ده رزقه. اصل ارزاق. ما هو انت زي السمك. قال اي حد صياد بيطلع يقول لك احنا طالعين نجيب السرحه بتاعتنا. يعني ايه السرحه؟ هو طالع يسرح لله. يعني السرحه دي باسم الصيادين، اللي هو الخير الذي لا يعلمه الا الله. ممكن يرجع والمركب كلها معبيه سمك، ممكن يرجع. فده رزق. اللي بيفهم، اللي يقول لك ده احنا نجيب لك في الشهر 20%، دي شركات وسخه ونصابه وحراميه وتحت 60 في 70 وولاد كلب حراميين، وانا اعلم ذلك. الاسهم كلها رزق 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 رزق. رزقك وانت بينك وبين ربنا رزقك. فممكن تكسب، حد يجي لي على طول في اول اسبوع يكسب على طول، في وقت تاني ياخد شهر، في وقت تاني ياخد شهرين. لكن ده بيكسب وده بيكسب. ممكن اللي بتاع شهرين يكسب اكتر من اللي بتاع اسبوع، طبعا ان شمعه الاسبوع مش هتبقى زي شمعه الشهر او الانفجار القوي. ما هو برضو الرزق كل ما بتصبر كل ما الضربه بتبقى اقوى وانفجار اعلى. هي كده. فالسهم ده يعني كان من الاسهم الجميله. لكن للاسف السهم ده يعتبر في مناطق متصاعده جدا. اهم شيء عدم كسر 39 جنيه، مهم جدا عدم كسر الاسفل الامغاز على الايجابيه. واهم شيء منطقه 37 جنيه ادناها للاسف السهم يكون سلبي جدا، اعلاها ان شاء الله السهم ان شاء الله يكمل في ايجابيته. ده كان الله اعلى واعلم بكل الاسهم اللي انتم طلبتوها. اذا كان في اي اسهم ثانيه لم تطلب ممكن تكتبوها تحت الفيديو ده وان شاء الله حللها. لا تنسى ضغطة الزر التي لن تتعبك شيئا لاخوك المسلم واخوك المسيحي لكي تشاركني الصدقه الجاريه في ان اي سهم انا حللته اي حد يستفيد منه. لكم مني كل المحبه والتحيات والتقدير والاحترام، ودمتم في رعايه الله وحفظه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسامحوني لو الفيديو طويل شويه، بس غصب عني الاسهم كانت كتيره جدا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.